أهلا بكم مرة تانية. وأستاذ أيمن تابعنا مع بعض هذه الفقرة عن نشاط السيد الرئيس، والحقيقة إن احنا يعني بقالنا كام مرة بنتكلم من خلال البرامج المختلفة عشان نقول للناس إن في مبادرة اسمها 100 مليون 100 يوم صحة، وأهمية إن أنا أكشف فيها بالمجان، وزي ما حصل في كل المبادرات السابقة بيتم صرف العلاج أو بيتم التحويل على المستشفيات لو في شيء يعني لا قدر الله. فمهم جدا حضرتك تابعت طبعا هذه المبادرة ومدى الإقبال عليها، حضرتك كلمنا أكتر فيها. في البداية يا أستاذ ريم، أنا سعيد طبعا بوجودي مع حضرتك. احنا الأسعد. وبأكد على إن نقول في صباح اسكندرية الحمد لله على سلامة القائد عبد الفتاح السيسي من الزيارة الهامة والتاريخية من روسيا في القمة التاريخية الروسية الأفريقية. فبنقول للقائد الحمد لله على سلامتك. ونعرج بقى على الخبر الصحي، ال100 مليون صحة. طبعا دي مبادرة غير مسبوقة في مصر. كلنا نعلم ان في العهد البائد كان اي مواطن يطلع على فكرة انه يروح يعمل علاج على نفع الدولة، ده كان من المستحيلات. كان بيصل الزمن لممكن 6 شهور او سنة على ما يجي له القرار. الحمد لله بفضل الله في عهد القائد عبد الفتاح السيسي تم عمليه العمليات اللي كانت مؤجله، ما بقاش في حاجه اسمها قوائم انتظار. تمام. ثالث حاجه، ودي الاهم اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، ال 100 مليون صحه. طبعا داخله خاصه في موضوع الاورام وسرطانات الثدي. زي ما حضرتك شفتي الموضوع كان بتتناول الدوله ازاي من خلال وزاره الصحه في جميع محافظات مصر على مستوى 27 محافظه. لا، موضوع غير مسبوق في مصر، ونتائجه ظهرت ان الامم المتحده اعلنت ان مصر خاليه من فيروس سي. ده موضوع هام ما كانش حاصل قبل كده. بالظبط. بس طيب، بما ان حضرتك بقى يعني اتكلمت على الزياره الهامه للسيد الرئيس في روسيا، فاحنا برضو مهم ان احنا نفهم سبب هذه الزياره ومدى يعني التفاعل المصري الروسي الافريقي وانعكاساته بقى على الوضع في البلاد الافريقيه. هو يعني القمة الروسية الأفريقية دي كانت يعني قمة تم تدشينها سنة 2019 من قبل برنس الكوكب زي ما أنا بسميه بوتين، والقائد عبد الفتاح السيسي قائد الأمم العربية والإسلامية والأفريقية، شاء من شاء وأبى من أبى. أسسوا فكرة أن هناك قمم لازم تحصل ما بين الدول الأفريقية وروسيا، وكانت ناجحه جدا في 2019، وقرروا ان هي تتعمل كل 3 سنوات. وزي ما شفنا حضرتك القمه الاخيره نتائجها كانت يعني حقيقه، يعني كان كلها تفاؤل للدول الافريقيه. اعلنت روسيا ان هي على استعداد تام ان هي تورد القمح بالمجان للدول الغير قادره، وبتسهيلات يعني تكاد تكون تسهيلات غير مسبوقه للدول اللي بتشتري القمح والغلال من روسيا. حضرتك تعلمي ان روسيا واوكرانيا تقريبا كده يعني هم اللي بيوردوا القمح والغلال لنص الكوكب كله يعني تقريبا. ده اللي اكتشفناه. فالقمه دي هي لا نتائجها الحمد لله متفائله جدا. ده ظهر في اللقاءات الخاصه ما بين القائد عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين وبعض القاده الافارقه، ومنهم طبعا رئيس جنوب افريقيا. لا، في تفاؤل حاصل. بيعرجوا على فكره ان بريكس خلاص مصر في الطريق للانضمام. الموضوع احنا بنقول للشعب المصري تفائل، اللي جاي خير. في ازمه عالميه، مؤكد في ازمه عالميه، في غلاء اسعار، ده على مستوى العالم كله في غلاء اسعار، ولكن الحمد لله بفضل الله مصر بتنعم بالامان، وبتواجد سله الغذاء في مصر مفيش اي شح. فده في حد ذاته نعم من نعم ربنا بفضل الله والقياده السياسيه. طيب، احنا عشان بس نختم كلامنا في هذا المجال، كان مهم جدا ان احنا نقول انه كان هناك قمم سابقه مش بس مع روسيا، لكن كانت مع الصين ومع اليابان، قمم افريقيه. فده مؤشر على انه لا، افريقيا قادمه ان شاء الله، بس نتعاون جميعا. والروس بالذات او روسيا بالذات انه لو اتكلم عليهم، هم ليس لهم تاريخ استعماري في افريقيا، فده بيؤدي الى مزيد من التجاوب لو احنا عايزين نقول. استاذ ريم، دلوقتي العالم بيتغير من قوة عظمى وحيدة على مستوى الدنيا إلى دول عظمى
مختلفة، منهم مصر بفضل الله، وده كل المؤشرات بتأكد ان مصر قادمة بقوة انها تبقى مصر دولة عظمى، وده بنأكده. في قيادة مصر برئاسة القائد عبد الفتاح السيسي شعارنا شريف في زمن عز فيه الشرف. مصر كانت قائد للاتحاد الافريقي، عملت اتفاقيات مع الكتله الشرقيه على اعتبار ان احنا شفنا الكتله الغربيه ووعودها الكاذبه في امور كتير، وبالاخص منها الاتفاقيات العسكريه اللي تملصوا منها. فمصر اتجهت للكتله الشرقيه وسحبت معاها دول كتير. يعني مصر قائد قاطرة أفريقيا بأكثر من 40 دولة، فمصر دولة محورية هامة بقيادة القائد عبد الفتاح السيسي. عشان كده الصين تسعى لاتفاقيات مع مصر أفريقيا، روسيا تسعى لاتفاقيات مع مصر أفريقيا، وكل العالم يسعى لاتفاقيات مع القائد عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الإطار أستاذ أيمن، من الأهرام المسائي ورئيس الوزراء تعاون كبير مع إيطاليا في جميع المجالات وخاصة القطاع الزراعي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تعاونا كبيرا مع إيطاليا في جميع المجالات وخاصة القطاع الزراعي، مشيدا بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية، وما تم التوافق عليه خلال زيارته لروما مؤخرا حول ضرورة المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات مختلفة منها الزراعة والتصنيع الغذائي. فده خبر برضو يعني بنقول ان احنا منفتحين على العالم كله، ان هناك تعاون مع كافة الدول، وإيطاليا في المجال الزراعي، وهذه الخبرة الإيطالية اللي بتقدم الحقيقة لمصر والتعاون المشترك. بالفعل يا أستاذ ريم، هو الاتفاق الحاصل بين مصر وإيطاليا وعلى المستوى الاقتصادي خاصة، معروف ان يعني دولة إيطاليا شريك هام من الاتحاد الأوروبي لمصر، وشفنا الاتصالات اللي من حوالي 10 أيام ما بين رئيس وزراء إيطاليا بالقائد عبد الفتاح السيسي، تناولوا مواضيع هامة جدا، ومنها الخبر اللي حضرتك أشرتي إليه، خبر مهم. كان في بعض المستثمرين الإيطاليين زاروا مصر وقرروا ان هم يوطنوا الصناعه الزراعيه في مصر. التصنيع الزراعي ده موضوع هام جدا بالنسبه لايطاليا، وايطاليا شريك هام وعندها شركات. احنا كمان استاذ ايمن، احنا دايما بنقول ان اي مشروع بنتكلم فيه على التنميه المستدامه. التنميه المستدامه بمعناها ان انا قطعه الارض يكون المنتج اللي بيطلع منها، المحصول بيطلع منها، يبقى جنبه مصنع، يبقى جنبه تغليف، يعني تصدير الى اخره. ده ما كانش حاصل، مشروع كامل متكامل، وده ما كانش حاصل في السابق. يعني ده حاليا. وانا عايز بعد اذن حضرتك يا استاذ ريم، بس مخرجنا الجميل الاستاذ علي يشير لنا للصوره واللقاء بتاع معالي رئيس الوزراء، وهنشوف فيها خلفيه جميله قوي اللي هي لفظ الجلاله. لفظ الجلاله ده شعار مصر في الحقبه الحاليه بقياده القائد عبد الفتاح السيسي من خلال مجلس الوزراء ومن خلال مجلس الرئاسه. لو امكن الاستاذ علي، احنا جبنا الصوره بتاعت الخبر اللي فات، وواضح دي اشاره هامه، يعني اشاره هامه ان مصر مددها الله بقياده القائد عبد الفتاح السيسي. طيب بننتقل لاخبار مصر. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادره الرئاسيه حياه كريمه. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذه المبادرة في إحداث نقلة حضارية لنحو 60 مليون مواطن من أهالينا سكان القرى المصرية، وكذا المتابعة الدورية التي توليها الحكومة لموقف تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة، بما يسهم في توفير المشروعات الخدمية لسكان هذه القرى. وأوضحت وزيرة التخطيط أنه بداية من شهر مارس الماضي وحتى الآن تم إتاحة نحو 19 مليار جنيه للمبادرة، ليصل الإجمالي المتاح للمبادرة حتى الآن نحو تفاصيل بنود ما تم إتاحته من تمويلات في هذا الشأن. موضوع حياة كريمة ده انطلاقة، يعني انطلاقة غير مسبوقة، بأكد عليها برضو. يعني تغيير حياة 60 مليون مواطن، واحنا عارفين ان في دول لا تتعدى عدد سكانها المليون مواطن. احنا بنغير اسلوب حياة ومعيشة 60 مليون مواطن في مصر، ده من خلال حياة كريمة. زي ما اكدنا برضو ان القائد عبد الفتاح السيسي بيقول لا، لازم الانسان المصري يعيش حياة كريمة. لما حد سأل القائد في ان يعني متوسط الدخل، قال انا عايز 10,000 جنيه.
ده اقل شيء يعني. وهو لامس حياه المواطن، يعني هو نفسه لامس حياه المواطن، لان عارف ان المساله يعني بتزداد صعوبه. عشان كده بينزل القرى وبيغير حياه قرى كانت منسيه في عهود سابقه، وحضرتك تعلمي ده. ما كانش في حد بيبص لا للقرى الصعيد ولا القرى الريف، ولا كانت الناس دي مهمشه على مدار 30 40 سنه. انا الاوان انه يتشافوا يعني. كل مشروعات من بنية أساسية ومستشفيات ومراكز شباب وخدمات صحية إلى آخره. 60 مليون مواطن يا فندم، 60 مليون مواطن حياتهم بتتغير من الى، يعني موضوع كبير. الموضوع بيتعدى ال 200 مليار جنيه. طبعا، طبعا بالتأكيد. والحقيقة انه هذا يعني مشروع حياة كريمة يكاد يكون هو المبادرات الصحية من أهم المشروعات اللي تمت في مصر. الحياة كريمة إن احنا كلنا عارفين زي ما حضرتك ذكرت الصعيد وقرى الصعيد وأماكن كتيرة تكاد تكون يعني منسية ما حدش يعرف عنها حاجة. حياة كريمة، 100 مليون صحة، التطوير اللي حاصل في الطرق وفي المدن الجديدة بيأكد ان مصر دولة عظمى. مصر قادمة دولة عظمى، مصر الجديدة هي دولة عظمى. لكن الطريق لسه، فيعني ولكن طريق الألف ميل زي ما بنقول دايما بيبدأ بخطوة. هو اتأخر شوية، ولكن إن شاء الله الانطلاقة قادمة. يعني اتأخرنا 3 سنوات، حرب روسيا أوكرانيا وكورونا، 3 سنوات مصر يعني. كل ما بتطلع بيبقى فيه حواجز غير إرادية، يعني احنا ملناش أي أسباب فيها، ولكن بفضل الله مصر في انطلاقة إن شاء الله. طيب ما زلنا في أخبار مصر، والحكومة تنفي تخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما يتردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتخفيف الأحمال عن أي من الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على انتظام عمل كافة الخدمات وسير العمل بالمطارات المصرية بشكل طبيعي على مدار اليوم. الكهرباء وهذه المشكلة الطارئة اللي احنا بنعاني منها. وبرضو يعني ده مش بعيد عن الشائعات. يعني احنا بنتكلم كتير كلنا في موضوع الكهرباء، بس في حقائق يعني يمكن مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي لما طلع عمل مؤتمر صحفي شرح فيه المشكلة وأبعادها وأسبابها وكيفية علاجها. أعتقد إن ده بيبقى أفضل رد على أي نوع من أنواع الشائعات. يا فندم السوشيال ميديا والصفحات مش هتبطل هري. الهري ده شغال، يعني ده ممنهج عشان المسألة تبقى فيها لغط وفيها شائعات في مصر، وده نوع من انواع الحرب على المواطن المصري، ان هو يشتته في شائعات كاذبة ان مطار القاهرة الدولي اتقطعت عنه الكهرباء. الكلام ده يعني غير منطقي، يعني غير منطقي. يعني ده بيخش برضه في اطار الهري وفقط. ومجلس الوزراء طلع عنف الكلام ده، زي ما بيقولوا ان لا الكهرباء ما بتقطعش عن العالمين. يعني العالمين كلها في الحفلات اللي بتحصل في الساعتين مش كهرباء منطقه الورديان عندنا في اسكندريه. يعني بالعقل المساله كده يعني. لو واحد يقعد ويفند الخبر، لان دي حرب يا استاذ قريب، حرب على مصر وحرب على المواطن المصري، ان يلعب في دماغه ان الحكومه مش قادره، الحكومه سايباك، الحكومه مش عارف. لا الموضوع مش كده، الموضوع ان في حرب فعلا على مصر، واحنا يجب ان احنا نعي المساله ديت. موضوع انقطاع الكهرباء ده انا قلت من وجهه نظري ان احنا نخلي المحنه دي منحه، يعني نقلبها كده من مشكله لايجابيه. انا ما قعدتش مع اولادي في خلال مثلا 6 شهور، طب ما انا في انقطاع الكهرباء ديت هقعد معاهم على الاقل افهمهم يعني ايه ذكاء اصطناعي، ونسيب الموبايل دوت، لان الموبايل ده خطر جدا على الاطفال، وفي شرائح معينه الذكاء الاصطناعي بيستهدف شريحه معينه من الاطفال في مصر عشان يغير عنده فكر معين وثقافات معينه ويغير له التركيبه التراثيه المصريه. قادم في الحلقه ان شاء الله. ده موضوع مهم. ليه ما احولش موضوع انقطاع الكهرباء ده ان انا اعمل كوميديا مع الاسره يعني مثلا، يعني خلي الموضوع يعني بمنتهى السلاسه. ليه اتنشن الكهرباء والحكومه والدنيا؟
مسألة مش كده، هي ساعة تقريبا بس في بريطانيا بتقطع 6 ساعات. بعض المناطق بيبقى وما ما بيزعلوش كده يعني. في بريطانيا العظمى 6 ساعات، احنا ساعة. طب انت ال9 سنين اللي فاتوا ما اشتكيتش ليه؟ كان في 9 سنوات سابقة من اسبوعين، فين الكهرباء وفين المحطات فين هاري؟ كل ده هاري. احنا كان من عندنا من 2013 يعني ما فيش انقطاع للكهرباء، وكان في تطوير في المجال ده 9 سنوات يا استاذ ريم. احنا نسينا، بس هو من كتر النعم اللي علينا بننسى. هي على فكرة الكلام ده انا عارف بيستفز اخوان صهيون بس، لكن العاقل هيقعد يعني يقول لا ده في كده في واقعية. لكن اخوان صهيون انا بدغدغ مشاعرهم يعني، مؤكد. هو الحقيقه موضوع الكهرباء ده زي ما ذكرت لحضرتك ان السيد الدكتور مصطفى مدبولي طلع في مؤتمر وشرح المشكله جت من فين وابعادها ايه وطرق حلها، ويعني ردود الحوار كان واضح وصريح، وخلاص اللي عايز يتاكد بقى المشكله كانت ايه ورايحه فين وازاي يستمع الى هذا وما بتقطعش ليه في دولة سين؟ طب تشوفي عدد سكان دولة سين 400,000. طب ما هو مش هتقطع. طيب ما زلنا ايضا في اخبار مصر، وضيفنا كريم استاذ ايمن عز الدين. والحوار الوطني يستأنف جلسات المحور الاقتصادي للاسبوع الخامس. لجنة العدالة الاجتماعية تناقش تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. المشاركون يطالبون بزيادة فرص العمل وإصدار قانون للتعليم الأساسي وتقويم المعاشات. وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ساهم في خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الأفكار والأشخاص، واتضح ذلك بشكل عملي مع تقدم الجلسات التي كشفت عن مواطن التوافق المشتركة بين الجميع. وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال كلمته اليوم بجلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني حققنا المستهدف من عنوان الحوار الوطني، ألا وهو خلق مساحات مشتركة في طريق بناء الجمهورية الجديدة. والحوار الوطني مستمر في كافة المجالات، و يعني هي نوع من أنواع التعاون مع الدولة في إيجاد حلول وإيجاد أفكار والخروج بره الصندوق زي ما بيقول. هو كنا في السابق في لقاء مع حضرتك قبل كده اتكلمنا على موضوع الحوار الوطني، لو حضرتك تتذكر يا استاذ ريم. هو الموضوع برضو يعني مبادرة من القائد عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك حوار وطني في بيت العائلة، لو حضرتك تتذكري. الحوار الوطني هو عملية مكاشفة للمجتمع. اطرح ما لديك عشان نصل لحالة أو اتفاقية مرضية لجميع الأطراف، اقتصادية واجتماعية وسياسية وفنية ودينية. وصلنا بعد الأسبوع الخامس من الحوار لشيء بصراحة غير مسبوق. كل المسائل طرحت. كانت الأول بتحصل مناقشات تكاد تكون يعني فيها يعني كلام ما فيهوش خطوط حمراء حقيقة. يعني احنا شفنا جلسات لأول مرة نشوف ده في مصر، في جلسات في منتهى الشفافية منتهى الحرية. وصلوا لحالة جميلة جدا ان احنا فعلا في انطلاقة الجمهورية الجديدة من خلال هذا الحوار الوطني. وانا من خلال النهاردة ومن خلال هذا الصباح ومن خلال حضرتك يا استاذ ريم بشكر الكل القائمين على الحوار الوطني. السيد ضياء رشوان عامل مجهود جبار حقيقة في هذا الحوار. ده موضوع يعني مشهود بصراحة، وان شاء الله نتائجه كلها هتبقى ايجابية ان شاء الله. طيب ننتقل للجمهورية. مصر تشارك في الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر. شارك الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة في الجلسة التحضيرية للاجتماع الوزاري ال20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 2023 المنعقد بمدينة الغردقة تمهيدا لتسليم رئاسة المجلس الوزاري لمصر من جمهورية جيبوتي. وأشار الدكتور علي أبو سنة إلى أهمية هذا الاجتماع مع الشركاء من الدول الموقعة على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في مناقشة عدد من القرارات التي تعزز مسيرة العمل العربي في المجال البيئي خلال العامين الماضيين وتساعد على تحقيق المزيد من التقدم في شتى مجالات العمل البيئي والإدارة البيئية المتكاملة، والتي تساهم في تحقيق استدامة النظم البيئية الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الدخل القومي.
هو التنسيق القائم ما بين الدول العربية حاليا ومؤخرا، يعني في البحر الأحمر، منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وخاصة في مسألة البيئة. ده بيأكد على إن هيبقى في توجه واحد لحماية البحر الأحمر، توجه واحد لدرء كل المخاطر اللي في البحر الأحمر. حضرتك شفنا مشكلة الأسماك القرش اللي كانت بتطلع، هيتناولوا هذا الموضوع الهام اللي ربما ممكن يتسبب في مشكله سياحيه كبرى في مصر، مش في مصر بس، ما هو ظهر في سواحل البحر المتوسط، وظهر وفي ليبيا وفي ايطاليا ظهر. فهذه الاتفاقيه ما بين الدول العربيه في البحر الاحمر دي حقيقه يعني اتفاقيه محترمه جدا، بتاكد على ان هيبقى هناك تنسيق وراي واحد في حمايه هذا البحر الهام جدا لمصر. احنا بنتكلم ايضا ان البحر الاحمر، منطقه البحر الاحمر وقناه السويس وخليج عدن هي ليها اهميه هامه جدا، مش بس اهميه استراتيجيه ولكن ايضا ليها اهميه سياحيه زي ما حضرتك ذكرت، والشعب المرجانيه ودخل مصر من السياحه اللي بنعتمد عليه بشكل كبير جدا، والتلوث والبحر الاحمر، التلوث اللي بيأذي الشعب المرجانيه. وايضا يعني كان في مشكله مثلا خزان صافر، والمشكله بقى لها 40 سنه، والحمد لله انها ابتدت تتحل دلوقتي، لان كنا خايفين انه هذا الخزان ممكن ينهار ويحصل تلوث لا قبل لنا به في طريق للحل بالفعل، وتوقف للتجاره البحريه في هذا المكان. فيعني الحمد لله في خطوات ان شاء الله تكون لها اثرها الايجابي علينا. محافظ الإسكندرية من الأهرام مشاهدينا، ومحافظ الإسكندرية يتابع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة. تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية فيما يخص منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة وفقا لخطة الدولة في هذا الشأن، خاصة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي تشهدها مصر ودول العالم. وأكد اللواء محمد الشريف أنه تم تنفيذ خطة الدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة، خاصة في الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية وبكافة المباني الحكومية والمرافق التابعة لها، وغلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات للمواطنين. ده تأكيدا على الخبر السابق للسيد معالي رئيس الوزراء. اللواء محمد الشريف يعني بأمانة شديدة مجهوداته ملحوظة في اسكندرية، وبنهنيه بالعيد القومي لاسكندرية. كل عام وسيادته بخير وشعب اسكندرية بخير. ويعني الترشيد في الكهرباء ده شيء لابد منه فعلا في المؤسسات الحكومية. لازم بعد طبعا مواعيد العمل الرسمية يكون في هناك متابعة للترشيد، لأن زي ما أكد اللي هو محمد شريف محافظ اسكندرية ان فعلا الأجواء والمناخ غير مسبوق. يمكن قالوا ان الجو اللي جه في شهر 7 في اخر شهر 7 ما حصلش من 170 سنه. ولسه في 2024 كل خبراء البيئه بيقولوا ان هناك هيكون ارتفاع اكتر في درجات الحراره لم نشهده من الاف السنين، مش بس من مئات السنين. وده اللي حذر منه القائد عبد الفتاح السيسي في ظواهر كتيره جدا في كوب 27 في مؤتمر شرم الشيخ السابق، حذر منه المؤتمر. وادينا بنشاهد هذا التغير اللي فعلا بيعمل مردود غير طبيعي على المواطن وعلى البلاد. وبنأمل ان شاء الله بيكون خير اللي يكون والله يا استاذ ايمن، يعني فيما يخص موضوع الاناره العامه والكهرباء، ساعات احنا بنحس ان في بذخ في الموضوع الاناره ده. يعني احنا بنشوف لو افتتاح محل من الشرف بيبقى شيء مستفز للغايه، تلاقي الشارع كله منور بالاف اللمبات. طب يا جماعه احنا لازم نوفر في ده حتى لو كان ما عندناش مشكله. بالفعل. وبعدين برضو زي ما حضرتك قلت، هي ممكن تبقى مشكله بتضايق الناس كتير طبعا، مش متعودين على ده. وممكن بيبقى في ناس راجعه من وقت شغلها وعايزه تطلع لبيتها ومسافه يعني ما فيش اسانسيرات واقفه، لا في مشقه، وفي الدنيا حر وما فيش حتى مروحه، لا هي في مشقه فيه مؤكد. ولكن ممكن احنا نبص لها من ناحيه تانية، بغض النظر عن انقطاع الكهرباء في الفتره دي. احنا عندنا مشكله تانية، ان احنا بقى عندنا لا الكهرباء بقت بفلوس كتير. فاحنا لو عايشين لفتره من زمنيه قليله عايشنا في اي بلد من البلاد الاخرى اللي بتشتغل بالكروت واللي بتشتغل بالكهرباء بتبقى فيها فعلا هنلتزم بان احنا لا مش لازم انه تكييفات البيت كلها تبقى والعه،
ومش لازم اللمض بتاعت البيت كلها تبقى ولعه. يعني ممكن ان احنا نغير في ثقافتنا الى حد ما حتى لو مفيش انقطاع في الكهرباء. ده اللي حضرتك بتاكد عليه بالفعل يا استاذ ريم، هي ثقافه شعب، هي ان احنا ازاي يعني نرشد من استهلاكنا، مش شرط في الكهرباء فقط. انا كنت لسه هقول يعني في الاكل كمان احنا بنشوف بره الناس بتشتري بالواحده بالاثنين على قد احتياجه عشان ما يبقاش في فائض يترمى في الزباله. بالظبط. هو مش بخل، هو تطنين وحرص ان ما يبقاش عندي بذخ في ان انا يعني ممكن اشتري حاجه بالكيلو وارمي نصها. أيوة. وده اللي حاصل. يعني طبيعه الشعب المصري بيحب ان هو فاحنا بنغير سلوكيات، وده واضح جدا في حتى الفن. يعني احنا لو على مدار السنتين 3 اللي فاتوا بنشوف في رمضان لا في تغيير في ثقافه الفن من خلال المسلسلات والافلام اللي بتحصل. مساله اختلفت، ما بقاش في الماني وما بقاش في عب موته لا بقى في نموذج محترم المواطن بيتفرج عليه من خلال الفن. طيب. فهو القائد مصر على ان ينعدل الحال عشان مصر تاخد انطلاقتها باذن الله. طيب احنا يعني تابعنا الخبر اللي فات لمحافظه اسكندريه، مش بس اسكندريه اللي بتحاول الترشيد في استخدام الكهرباء. احنا عندنا هيكون في تقليل في الاناره بتاعت الشوارع بتاعت الميادين الى حد ما. بس احنا هنا في اسكندريه عندنا ضيوف، في اسكندريه عندنا سياح، عندنا مصيفين. فهل يعني حضرتك شايف ان ده ممكن يأثر على حركه السياحه؟ ابدا. لان الناس يعني عفوا السائح، احنا بيجي لنا سائح عربي وسائح اوروبي، ولسه يعني من حوالي اسبوع كان اللواء محمد شريف محافظ اسكندريه في استقبال وفد من اليونان على راسهم السفير اليوناني والقنصل اليوناني في اسكندريه لزياده عدد السياح اليونانيين في اسكندريه. اسكندريه اختلفت تماما عما سبق. حقيقه اللواء محمد شريف من بعد المحبوب رحمه الله عليه غير خالص في ميادين وشوارع اسكندريه. شفنا مؤخرا افتتاح المرحله الاولى من كوبري 45 والشياكه اللي موجوده اللي فيها اسكندريه حاليا تضاهي اعرق سكندريات العالم، ودي بشهاده اجانب وضيوف بيجوا على اسكندريه كتير منبهرين باللي حاصل. ده حقيقه الواحد ده انا شايفه. هو حقيقه استاذ ايمن، يعني واحنا بنتكلم لا هو في طبعا في البنيه التحتيه في شغل جامد جدا وفي تقدم كبير قوي، واحنا بنلاحظه في الصرف الصحي وفي غيره. ولكن برضو احنا محتاجين من السيد محافظ اسكندريه ان هو يعني يلقي نظره ثانيه على كورنيش اسكندريه. يعني هو كورنيش اسكندريه ممتد. يعني احنا انا من وجهه نظري يعني كورنيش اسكندريه الناس اللي بتقول ان هو في حجب البحر ده مش حاصل، ولو في حجب لا يتعدى النص كيلو يعني على امتداد مش اقل من 15 كيلو. لما يكون في نص كيلو حجب بس ده مش حجب الكورنيش اسكندريه. بس اللي بيتكلم في حجب البحر عن المواطن بيتكلم في العام. يعني كما وان اسكندريه عملت سور ما بينها وما بين لا الكلام مش كده خالص. هو زي ما بقول لحضرتك ان الحجب لا يتعدى النص كيلو من امتداد كورنيش لاكثر من 11 كيلو من لو قلنا من المنتزه لبحري. الموضوع مش يعني لا هو كورنيش اسكندريه اصبح ليه شكل. انا دي وجهه نظري يعني اصبح ليه شكل. هي وجهات نظر، ويعني هو طبعا المصطفين بيبقى مبسوطين جدا بكورنيش اسكندريه الحقيقه. يمكن اهالي اسكندريه بس هم اللي بيبقى عندهم شويه موضوع الانقطاع لان هم متعودين على شكل تاني. هو موضوع الانقطاع والاجانب او الزوار عفوا هم عندهم ثقافه انه عارف ان بيبقى في انقطاع من الى فهو الموضوع مش استغراب، هو الاستغراب عندنا احنا كمواطن. وبرضه من خلال لقائنا والكهرباء يعني احنا بنأمل زي بقيه دول العالم المتقدمه ان احنا نفتح بدري ونقفل بدري. يعني الناس كلها في كل بلاد العالم بتقفل الساعه 6 7 بالكتير. يعني ثقافه برضه احنا بنتكلم في ثقافه، لكن الواحد يبقى نازل الصبح عشان يقضي مشاوير ويلاقي كل المحلات فاتحه بتفتح الساعه 12 1 2 الظهر ويستمروا قاعدين لغايه الساعه 12 2 بالليل. طب ايه الحكمه في ذلك يعني؟ استاذ ريم يعني وزير التنميه المحليه قرر بان في مواعيد فتح ومواعيد غلق، كله تذمر وكله قال اشمعنى واحنا طب انت هتفتح ليه يعني؟ ما هي نفس القصه يعني. كل جديد في مصر يكون
بيودينا لسكه ان احنا نكون لازم دوله. بيبقى في مقاومه في الاول بالظبط. معلش، بس ان شاء الله يبقى يعني الاحوال احسن كتير ان شاء الله. اكيد طيب. اكيد. اخر خبر معانا من الاهرام، المرحله الاولى لتنسيق الجامعات، علمي علوم 362 درجه، والهندسه 342، والادبي 289 ونص. قررت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربع الموافق 9/8/2023. ويعني الف مبروك لكل الناجحين بنبارك لطلابنا وابنائنا، يعني اللي مش اللي عايز كليه ومش عارف يجيب، يا جماعه مش نهايه العالم تماما، وسوق العمل المصري مختلف تماما عن الدراسه في الكليه، ويعني المهم بس الحد ان احنا ندخل ايا كانت كليه هندخل فيها ان احنا نجتهد وكون راغبها وحاببها. هو ده الموضوع يعني. هو للاسف يعني في بعض الناس شايفه ان هو ليه ما جابش 90؟ طب هو قدراته لا، ما احنا دلوقتي اتفقنا ان السنه دي ما فيش حاجه اسمها 100%. ايوه بالظبط. والمجاميع كلها بتاعت الكليات هي يعني رجعت لحد ما تبقى معقوله. انا كنت في احدى المدارس امبارح بالمصادفه كده، فبيقولوا يعني انا لقيتهم بصراحه في اختباراتهم للترشيح للطلاب جوه المدرسه، قالوا احنا ما عندناش مشكله ان يكون جايب 300 من 300، لكن عندنا احنا اختبار اجتازه التحق بالمدرسه. فهو ده الموضوع يعني، هي دي الثقافه يعني. انت جايب 300 شكرا على راسي، انا ما اعرفش انت جايبهم ازاي، لكن انا عندي اختبار تلتحق ام لا. وكل الكليات دلوقتي او اغلبها بيبقى عندها اختبار في كثير من الاقسام او في كثير من الكليات علشان يلتحق بيها، عشان يقيسوا هو هيقدر يمشي في هذا المجال او يعني يجتهد فيه ويتفوق، ولا مش هيقدر انه يلتحق بيها. التعليم اتغير في مصر في عهد القائد عبد الفتاح السيسي من حفظ لفهم، ده العنوان. انا بشكر حضرتك استاذ ايمن عز الدين، والف مبروك لكل ولادنا اللي نجحوا في الثانويه العامه. الف مبروك. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم.